بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم جيتكم بوصفة تاع الهمبرجر خفيف ريشة نقول لكم. تبعوا معايا الفيديو للآخر باش نروحوا للمقادير. أول حاجة بسم الله درت 4 كيسان فرينة في هذاك البول، ودرت لهم رشة تاع الملح، وكما راكم تشوفوا هاد الكاس تاع الحليب درت له مغرف كبيرة تاع سكر مع مغرف كبيرة تاع خمارة. هاد المرحلة اختيارية، كيما تقدري ديري كلش مع بعض. أنا نفضّل هادي خاطر تسرع لي من مدة التخمير. وعندنا كاس وحداخر تاع الما، وملعقة كبيرة تاع خل، وملعقة كبيرة تاع زبدة. للأخير تبعوا معايا الوصفة كيفاش نديروها. نعاود لكم المقادير ونخليهم في صندوق الوصف. هنا بعد ما درت 4 كيسان تاع الفرينة وضفت لهم الملح، زدت لهم تاني الملعقة كبيرة تاع الخل راح يعطيكم خفة للخبز تاع الهمبرجر تاعكم. ونفس الشيء بالنسبة للبريوش تقريبا تقدروا هاد الوصفة تزيدوا في عوض ما ديروا مغرف واحدة تاع السكر، ديري 5 مغارف وانتي تحصلتي على بريوش وحشيه بالشوكولاتة او بواش ما بغيتي. هنا خلطت هاد المقادير مع بعضهم: الحليب، الخمارة، السكر، الخل والفرينة والملح. بعد ما نلمهم نزيد نلم بالماء. هنا على حساب الفرينة تاعك، هي نورمالمون تدخل لك كاس حليب وكاس ماء، لكن اذا كانت عندك الفرينة تاعك تشرب عادي جدا زيدي شوية تاع الماء. ودوك نوري لك القوام تاع العجينة تاعنا. هنا راني نحاول نلمه فقط، ما عجنت ما والو، ما عجنتش هذا الخبز تاع الهمبرجر. كما راكم تشوفون نكمل الكمية تاع الماء اللي عندي. راح نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم. والملعقة تاع الزبدة راح نخليها للأخير بعد ما نتحصل على العجينة تاعي في القوام اللي راني باغيته. نضيف هذيك الملعقة تاع الزبدة ونعجن لاباط تاعي شوية برك، ماشي حاجة سهلة بزاف هاد العجينة، وتوجد بالخف. ما تقدروا تخدموها هكاك وتخلوها، ماشي شرط ديروها كيما راني دايرتها انا اليوم، ولا تقدري تخدميها وتديها لمجا لولدك، ديريها لها بالفرماج سواء بالكونفيتير انها ما راحش تجيك مالحه بزاف. زعما تقدري ديريها قوتي للاطفال تاعك، ولا ديريها لها بالشوكولا، هنا لكم الاختيار. على بالي راكم تشوفوا في هذا العجين المعوج، خاطر التريبي كان حدايا وشويه جيناني في التصوير. غدة راها دايرة بحالها سكتها وجيت. كيما قلت لكم نكمل العجينة تاعي ونخليها تخمر. هنا قلت لكم اللي بغاه حلو يقدر يدير 5 مغارف سكر، ولو ما تعجلوش تقن يامات ان شاء الله نحط لكم وصفة اخرى تاع البريوش تاني هو خفيف. ريشة على الكريشة ويجي مشبك نقول لكم. هنا البنات اللي عندها شوفاج كيما رانا في فصل الشتاء تخليها تخمر حدا الشوفاج، ما غاديش تدي لك كاع الوقت. سينو غطيها وخليها اعطيها الوقت. هنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعي راح نديكازيها نخرج لها الهواء هذاك. واذا لاحظتوا انا العجينه راني خليتها شويه طريه، درت شويه زيت في يدي ولا كيما تقدري ديري شويه ماء، لكن الاختيار. ونبداو نشكلوها. بالنسبة لوزن الكرات، أنا هنا درت عيني ميزاني قطعتها على 9 كرات، ودرت وحدة صغيرة رهوفة بغات ميني همبرجر. أما اللي بغات الميزان بالتفصيل، إذا بغيتيه ميني همبرجر ديري 30 حتى 40 غرام، وبالنسبة للهمبرجر كبير ديري 70 حتى ل 80 غرام، وانتي تحصلتي على همبرجر عادي. أنا هنا بعد ما نقطعهم ونشكلهم قلت لكم درتها 9 كرات تاع همبرجر، دوك تشوفوه معايا، وواحدة صغيرة ثم درت 10 همبرجر بهاد الكمية اللي درتها. والطريقة راها واضحة قدامكم وأسهل من هكا ما كانش اللي تجي تقول لي ما نعرفش ندير همبرجر ولا ما نعرفش ندير. بإذن الله راح ندير معكم كامل الوصفات. على بالي بلي غبت عليكم، قلت لكم بلي راح نرجع، لكن كنت مرضت واحد الجريب يعني في السبيطار، قالوا لي كورونا والله أعلم. جاتني جريب قوية هي اللي خلتني غبت عليكم. هنايا بعد ما شكلت الكرات تاوعي نسطحوهم بهذا الشكل. نسطحوهم علاش البنات؟ باش ما يتشقلكمش في الفرن. انا هنا راح نسطحهم. بعد ما نسطحهم تبغي تدهنيهم في هذه المرحله ولا بعد ما يخمروا؟ انا خليتهم خمروا ومن بعد دهنتهم. بالنسبه للدهن ديريهم بالصفار البيض مع الحليب
ندهنوهم صفار البيض مع الحليب، واللي عندهم حساسية من البيض دهنوهم برك بالحليب وتعطيكم نفس النتيجة. ديجا العام اللي فات، لا ماشي في العام اللي فات، في اللي قبله كنت شاركت معكم تحضيرات رمضان ميني همبرجر، وبزاف سقسيتوني عليه وجاتني ظروف كان ضاع لي تليفون وهاك ما قدرتش اني نصور لكم الوصفة. كنت هذاك الوقت دهنته برك بالحليب، ما كنتش دايره البيض، كنتو كامل سقسيتوني على اللون الاحمر هذاك تاعه كيفاش تحصلت عليه. وهنايا درته لكم بصفار البيض وبالحليب مخلطين مع بعض. دوك نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف مع الوصفة مكتوبة، وكثروا لي دعاوي الخير البنات، على بالي نستحقوا الدعاوي أكثر من البارتاج وأكثر من الجام، ما نفكركمش البنات باش تحمسوني وتشجعوني اني نحط لكم الوصفات. وكيما نقول لكم دائما اي وحده خصها وصفه وراها متردة منها ولا خايفتها تخلي لي في التعليقات، وانا باذن الله نحاول اني نديرها لكم نوفرها لكم بابسط طريقه، وان شاء الله قاع نتعلموا، رانا كامل نتعلموا مع بعضنا، ما نقولكمش انا متعلمه ونعرف كلش، حاشا لله. الانسان مادامه يكبر مادامه يزيد يتعلم، حتى واحد مازال متعلم. انا شخصيا شي صوالح ما كنتش نعرفهم تعلمتهم من ناس الشرق. بزاف صوالح، الطياب راه عالم كبير، سما ما نقدروش ننحصروا وتجي وحده وتقول لك انا متعلمه كلش، لا راه فيه مطابخ كبيره اسيوي هندي، وحنا نجربوا الحاجه اللي تعجبك نجربوها. نروحوا دوك البنات باش نحضروا الكفته تاعنا اللي راح نديروها في الهمبرجر. هنا الحشو تاع الهمبرجر اختياري، تحبي ديريه كيما الشاورما كل واحد وله الاختيار. انا درت كيما يبغوا بناتي. انا كانت عندي كميه مصدر الدجاج، طحنتها في الاشوار كيما راكم تشوفوا، درت لها ملح وفلفل اسود وثوم غبره والمطارد، وفقط ما زدت لها حتى حاجه واحده اخرى، هذا ما درت لها. اما بالنسبه لي بغوا توابل قادر يزيدوا لها توابل شاورما، يديروا لها كيما بغيتو. انا بغيت نحافظ على الذوق العادي، نفس التتبيله نديرها في الكفته تاع الغنمي، يعني اللحم احمر. هنا راني دايرتها بالدجاج، نفس الشيء بالنسبه للكفته. نخلطها باش يدخلوا المكونات، ومن بعد نروح ندير شويه زيت في يدي ونشكلها. هنا البنات نصيحه، شكلوها كبيره على قد ما تقدروا. سما لكن الهمبرجر تاعك كبير زيدي هي كبريها عليه، خاطر كيما على بالكم الكفته غادي كي طيب تصغر وتتكمش هكاك باش تجيك مع الحبه تاعك تاع الهمبرجر. دوك تشوفوا معايا انا الكميه اللي تحصلت عليها هنا بنص صدر الدجاج، بالك اقل من نص. المهم كيما قلت لكم الحشو اختياري، تقدري ديريه فرماج وفريت، بيض وفريت، واحد ما يسالك، المهم ديري وتفرحي وليداتك. كل واحد ياكل على حسب الجو تاعو، كاين اللي حتى يدير شكشوكه تاع الخضار، فلفله، طماطم، هاد الصوالح ويحشي بهم الهمبرجر تاعه. انا هنا الكفته صراحه كي خدمت العجينه تاعي وخليتها تخمر، جيت خدمت الكفته علاش باش نحطها في المجمد تشد روحها شويه، كي تجي تقليها ما تغبنكش. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها بنص صدر تاع الدجاج. ودرك جبت المقله تاعي ونروح نقليها. وفي هذه المرحلة أنا راني نطيب في الكفتة، وفي نفس الوقت كنت دايرة الخبز تاع الهمبرجر يطيب في الكوشة على نار متوسطة. ما قلت لكمش البنات يطيب على نار متوسطة من الأسفل ومن الأعلى. أنا صراحة نشعل على الفور تاعي من الأسفل ومن الأعلى. إذا ما عندكش من الأسفل ومن الأعلى تكوني مسخنة الفرن تاعك مليح، تخليه كي يحمر لك من تحت تعاودي تشعلي تحمري من الجهة الثانية. نورمالمون على بالكم باللي طريقة تاع طهي المخبوزات قاع كيف يبغوا نار نوعا ما عالية متوسطة رايحة للعالية ماشي ناقصة. هنا الهمبرجر تاعك كي تخرجيه مباشرة غطيه هكا باش يحافظ على الرطوبة تاعه وما يجيكش يابس، وانتي في هاد الاثناء راكي تكملي في صوالحك. كيما راكم تشوفوا كنت ديجا قطعت البطاطا وقليتها، قطعت الطماطم دوائر، وتاني كنت غسلت السلطه وقليت الاومليت. حسيت روحي راني نصور وراح لي المقطع، درت البيض تاني هو باش نعمر به.
هنا نروحو دوكا نشكلو الهمبرجر تاعنا ونحليه معاكم. هنا صراحةً كان حامي، كي حليته دوك يبان لكم هنا معجّن ولا، خاطر راكم عارفين هاذيك الضربة تاع الخدمي كي تحلّوا بيه وهو حامي. شوفوا شحال جا مقطّن وجا خفيف. شوفوا جربوه وردوا لي الخبر، هذا ما نقول لكم ننصحكم به، جربوه وردوا لي الخبر وراح تدعيوا لي إن شاء الله دعوة خير. شوفوا هنا وريت لكم بلي راه يبان خفيف، دوك من بعد نعاود نوريكم قطعة واحدة أخرى باردة ماشي كيما هذا من حليته حامي باش تشوفوا النتيجة. صدقوني أسهل منه ما كانش، خاصةً كي راه عندنا شوفة شاعل ولا ميم في الصيف يكون ديجا الحمان. غادي تخمري العجينة تاعك ومن بعد تشكليها، بعد ما تشكليها ما راحش تديلك وقت بزاف في التخمير، ديريها مباشرة للفرن. شوفوا هنا هذه كانت شوية باردة على الخبزة هذيك. راح نشكل معاكم هنايا نورمالمون 4 حبات برك تاع صحن التقديم، ومن بعد نوري لكم كيفاش جاو في الشكل النهائي. صدقوني البنات ولا غير الهضرة راحت لي، راني فريمون عيانة. هاد الفيديو درته لكم البارح وباش نمونطيه ما عارفين اليوم الجو كان شباب وشمس وغير تاع غسيل وحالة. اما لا هذا وين لحقتني النوبة اني نمونطي لكم الفيديو. هنا بديت اول حاجة بالفرماج، طليته بهذا الشكل اللي الفرماج اللي كان عندك تاع بورسيون رابي، ومن بعد تحميهم شوفي كيما بغيتي انتي والذوق تاعك. انا هنا درت بورسيون، بعد زدت السلطه تاعي كنت منقيتها وغسلتها، زدت الدويره تاع الكفته كيما راكم تشوفوا تقلصت. شفتوا شحال خدمتها كبيره في الاول، ومن بعد كنت توقعت انها راح تولي في هذا الحجم. ومن بعد زدت طرونش تاع الطماطم وعاود درت بيض مقلي وزدت طرونش تاع الطماطم. راح ندير هنا الفريت ولا صوص الجيريان ولا المايونيز، ولا ما حباش ديري ما ديريش، ولا القطع هذاك تاع الفرماج تاع الشرائح تاع الهمبرجر. انا هنا ما كاش متوفر عندي ما درتهش، درت جيست صوص الجيريان انا نبغيها. كل واحد واش دار، لي يبغي هريسه لي يبغي هذا الصوالح كيما قلت لكم اذواق. وهذا هو الهمبرجر تاعي باش حشيته، ومن بعد نحاول نضغطه وندير له هادوك لي كوردون تاع لي همبرجر باش يحكموهم هكا كي تجي تاكلي ما يبقاش يتشتت لك كل حاجه تروح في جهه. هذا هو الهمبرجر تاعنا في شكله النهائي وفي صحن التقديم. كنت رافقته مع عصير ليمون طبيعي كما راكم تشوفوا. كاش نهار ان شاء الله ندير لكم الوصفه تاعه. انا اللي نقول لكم عليها راه موسم الليمون والبرتقال دسوا رمضان باذن الله. دوك يغلو وما يولوش متوفرين، اللي يقدر يشري يشري، ما كانش كيما العصير الطبيعي في رمضان. شوفوا هنا راني نوري لكم في الطراوه تاع الخبز مالغري كنت راكم عارفين التصوار كنت خليته ديجا مده وانا نصور وما يبسش. شوفوا هنا التشباك تاعه سيت نوري لكم على قد ما نقدر الخفه تاع الهمبرجر هذا. نتمنى ان شاء الله تجربوه. وصلنا لنهايه الفيديو نخليكم تشوفوا رغوده حتى هي كانت تحوس تاكل حقها تاع الهمبرجر. وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي، ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنساوش تدعموني باللايكات وبالاشتراك وبالبارتاج وتفعيل الجرس. سلام.